يلا فيديو جديد جاي لكم النهارده بترند. الترند ده حاسه ان هو علشان يعني الناس اللي متابعيني عارفه ان البهارات بحب اطحنها اول باول. انت لما بتطحني البهارات بتاعتك بتلاقي ريحتها يعني فواحه كده. بتحطيها على الخضار بتاخد من الريحه والطعم كمان. لكن انت ما بتسيبيها فتره، لا خلاص الريحه بحس ان هي بتهدى شويه. فالترند ده حاسه ان هو علشاني. الفيديو النهارده حلو قوي. اهم حاجه نسمي الله ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لايك وشير وسبسكرايب للقناه علشان يوصل لكم كل جديد. مش عاوزه غير الحاجتين دول، الهاند بلندر واستريتش راب. بما ان موجود عندي خلاص هستخدمه، مش موجود عندك هقولك تعملي ايه. انت هتجيبي الهاند بلندر زي ما عملت كده، وهتحطي البهارات اللي انت هتطحنيها من فوق زي ما بعمل كده بالظبط. وبعد كده بالاستريتش راب وهتقفلي عليه. يعني الاستريتش راب حلو في ايه؟ ان هو بيضغط خلاص بيقفل كويس. مش موجود عندك اي كيسه وتجيبي اي استك، يعني استك شعر نضيف طبعا ما استخدمتوش، او الاستك بتاع الفلوس ده، وهتلفي حواليها جامد. المهم ان انت يعني تلفيها كويس قوي. بجد اتفاجئت زي ما انتوا هتتفاجئوا دلوقتي، يعني كان اول مره قدام الكاميرا دلوقتي اشوف الشكل الجمال ده. بجد كنت مبهوره وكنت فرحانه قوي، علشان خلاص البهارات بقى هضربها، يعني هطحنها زي ما بضرب طماطم، بفرم بصل. فبالنسبه لي سهل. خلاص بصوا بقى يعني جميلة. عاوزة تطحنيها اكتر من كده خلاص يعني سيبها فترة طويلة هتلاقيها اتطحنت. لكن زيها زي الكبة بالظبط. عندي الكبة يعني كنت اقعد اطلع الكبة وتاخد مني وقت، لا ده انت في ثواني هتطحني. عاوزة كمية كبيرة هتطحنيه، كمية صغيرة زي ما انت حابة. فحبيت بقى اجيب لكم الترند، يعني الترند دوت مميز زي ما قلت لكم او حباه قوي. شايفين بيطحن؟ عاوزاه بقى تطحني ناعم في ايديكي، خدي وقتك وانت بتطحني. لكن اول تجربة زي ما قلت لكم فكنت مستعجله. ايه ده معقوله بيطحن بجد؟ طب انا عاوزه اشوفه. لا كويس قوي، تجربه كويسه جربيها. هنا الكمون شايفين مطحون حلو، والفلفل الاسمر، وكمان الكزبره الناشفه. في حاجه كمان هقول لكم عليها، يعني بصي ما تحطيش كميه كبيره وانتي بتحطي كميه صغيره، علشان انا عندي هنا يعني مش كل الهاند بلندر كده في فتحات من الجناب زي ما انتم شايفين كده. الكزبره جت زياده شويه فلقيتها نزلت من الحروف. فهوريكي دلوقتي بعد ما تطحني، لو انت حسيتي انت بتشوفيها من بره لو نزلت بتلاقيها حبيبات زي ما هي. فسهله. هوريكي دلوقتي هتعملي ايه. فاي حاجه بقى انت عاوزه تطحنيها تطحنيها في ثواني كده وانت واقفه. شايفين بيطحن ازاي؟ زيه زي الكبه ولا لا؟ بجد اختراع حلو. ومن كده جربي في اي بهارات عندك، وما تجيبيش اي بهارات مطحونه. صدقيني بيحط حاجات كتير قوي عليها بتغير طعمها وبتغير شكلها علشان الكميه تبقى كتيره. لا انت هاتيه حصى، صدقيني بيفرق كتير قوي لما تجيبيه حصى، بيكون ليه ريحه، لكن الجاهز ده ملوش اي ريحه. هنا كده قبل ما افضيه لقيت فيه حبيبات، يعني لسه حصى الكزبره، فهبدا انزلها بالراحه والناعم موجود. قومي جربي في حبه موجودين عندك وحضري بقى رمضان. يا رب الفيديو النهارده يكون بسيط وسهل وقدرت اوصل لكم يعني ولو معلومه بسيطه. اهم حاجه ان انت اقفلي كويس باي استك موجود عندك، علشان وانت بتضربي ما ينزلش منك كله. يلا اشوفكم بقى في فيديو جديد. ما تنسونيش بدعوه حلوه من القلب ولايك وشير وسبسكرايب للقناه علشان يوصل لكم كل جديد. مع الف سلامه.